مع الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. يوصف أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالمهندس الفعلي للسياسة الخارجية لبلاده منذ أن تقلد منصب وزير الخارجية بعد استقلال الكويت ب2 وعلى مدى 4 عقود. كانت هذه الفترة كافية للوزير صباح الأحمد الصباح بأن يجعل من سياسة بلاده الخارجية تؤسس لنفسها عقيدة تعتمد على التوازن في المواقف والانفتاح على الدول والابتعاد عن النزاعات. مكنت هذه السياسة الكويت من لعب دور بارز في التوسط لحل أزمات إقليمية معقدة مثل الخلاف السعودي اليمني في الستينيات القرن الماضي، وجهود إنهاء الخلاف بين العراق وسوريا، وإنهاء الحرب العراقية الإيرانية، وإنهاء الحرب الأهلية في لبنان. كانت بداية الشيخ صباح مع العمل السياسي في 1954 إذ عينه أمير الكويت آنذاك عبد الله السالم الصباح عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي تعد بمثابة مجلس الوزراء، ومن يومها تدرج بسرعة في مناصب المسؤولية قبل أن يستقر في منصب وزير الخارجية الذي منحه فرصة تاريخية برفع علم بلاده فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة 2 بعد استقلالها. أقسم بالله العظيم. بعد 4 عقود في المجال الدبلوماسي تولى الأحمد الصباح رئاسة الوزراء ل3 سنوات قبل أن يصبح الأمير ال15 لدولة الكويت في 2006. في مهمته الجديدة اتبع الأمير سياسة إصلاحية ومنح هامشا أكبر للحريات الإعلامية، وارتفعت في عهده مشاركة المرأة في العمل السياسي، غير أن ذلك لم يشفع له عند الكثير من معارضيه الذين اتهموه بالتضييق على الحريات من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى سحب الجنسيات وحبس المعارضين. اتهامات لم تمنعه من أن يكون أحد أبرز الشخصيات التي بذلت جهودا في المجال الإنساني، حيث حظي بتكريم من الأمم المتحدة في 2014 بلقب قائد للعمل الإنساني، تقديرا للجهود التي بذلها الأمير ودولته خدمة للإنسانية. ومن الكويت ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي مساعد العنزي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد مساعد. من خلال ضيفي من الرياض ودوحة استعرضنا محطات كثيرة في حياة الأمير الراحل ودوره في المحيط العربي والخليجي، وهو الدور الذي يعرف به عند كثير من العرب خلال فترة توليه لوزارة الخارجية، لكن ماذا عن محطاته وتأثيره الداخلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعزي الشعب العربي والمجتمع الدولي بوفاة والدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم انتقل إلى جوار ربه، سائلين المولى عز وجل أن يتوفاه بواسع رحمته وأن يغفر له ويتجاوز عنه. فيما يخص طبعا مسيرة الشيخ صباح هي مسيرة عطرة على السلك الدبلوماسي، وأن دخلنا في ملفات ثقيلة جدا في المنطقة. أنا أعتقد أن تقريركم بشكل عام عرج على أهم محطات الراحل يرحمه الله، وفيما يخص طبعا الملفات التي تولاها صاحب السمو الشيخ صباح رحمه الله كانت ملفات حساسة في المنطقة. اليوم الشعب الخليجي هو أكثر الشعوب المتأثرة، وهو بالنسبة لدول الخليج أجمع، هو ليس فقط حاكم للكويت بل هو والد للجميع. الشيخ صباح على مسافة واحدة فيما يخص العلاقات الخليجية، أيضا وهو على مسافة واحدة لدعم السلام. وشاهدنا آخر المؤتمرات فيما يخص مؤتمر إعادة إعمار العراق، وشاهدنا أيضا توليه وتقلده إلى منصب أميرا وقائدا للإنسانية. والد الجميع كان له مآثر كثيرة على الساحة الدولية وعلى الصعيد الإقليمي أيضا، وهذا غير مستغرب على أمير الكويت وقائد الإنسانية. اليوم فعلا الكويت حزينة، يعني خليني أنقل لك مشاهد الشارع الكويتي اليوم. الكويت جدا حزينة، الشارع جدا حزين، نجد الكل ينظر إلى شاشات الهاتف يحاول أن يعني يشاهد خبر من هنا أو هناك.
لهذا السبب احنا نتحدث في اليوم، يعني المشاعر اليوم هي الطاغية أكثر ما نتحدث عنه اليوم من ناحية التحليلات أو من ناحية المآثر التي تولاها أو الحقب التي تولاها أو الملفات التي تولاها المرحوم. ما الذي يجعل الأثر كبير في الداخل بهذا الشكل إذا ما تحدثنا عن الحزن والنعي من أكثر من حاكم عربي، حاكم دبي، الرئيس المصري، الملك الأردني والسفارة الأمريكية كذلك في الكويت؟ الداخل كيف تعامل مع سيرة الراحل خلال سنوات حكمه؟ طبعا الراحل كان قريب جدا من الشارع الكويتي، خلينا نكون يعني اكثر وضوح. يعني كان حتى في ايام رمضان، شهر رمضان المبارك، كان يستقبل المهنئين من مواطنين ومقيمين في قصره. يعني فيما يخص الحديث عن صاحب السمو حديث مطول. ان اليوم نتحدث فيه بشكل مختصر وبشكل